دلوقتي انا وصلت الحمد لله بالسلامه ارض الوطن مطار القاهره الدولي، وقابلت العسل ام احمد وعندها قصه هتحكيها لنا. ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا عامله ايه؟ استاذه رامي؟ عامله ايه؟ منوره غاليه الدنيا. والله انت اللي يا منوره. رب يخليك حبيبتي يا رب. انت كويسه؟ الحمد لله. انا عايزه اوصل لبنتي بس كلمتين. امك شغاله في مكان حلو محترم وما بتستعرش منه. يا خبر ابيض، ده انت دوستي على راسي وعلى راسنا كلنا، والمصحف الشريف والله العظيم. والله ما كنت اعرف، والله ما كنت اعرف، والله ما كنت اعرف حبيبتي. ينفع كده؟ ينفع تخلي ماما تعيط؟ ينفع ده النهارده تيجي تبوسي على رجليها. جالها القلب بسبب الكلمتين دول. حبيبتي يا حبيبتي ماشي يا اسمه استاذه رامي. ده انت تشرفي بصي الباشا، تشرفي الباشا ان انت تبقي ام اي حد. طبعا انا شفت الدموع دي قلبي وجعني، وقسما برب العزه قسما بآيات الله انا والله ما كنت اعرف اي حاجه، وانا بجد زعلانه منك. انا مش هقول اسمك ماشي، بس انا والله العظيم 3 امي وام اي حد وام يعني الباشا نفسه يتشرف بيها. دي واقفه في مكان تشتغل في مكان ما حدش يقدر يعدي فيه. انا عربيتي عشان تعدي في المكان ده 6 مرات عشان تعرف تقف، وهي واقفه هانم في مكان ما حدش يقدر يقف فيه، في مينا دوليه. فبجد بجد بجد ما ينفعش حد يعمل كده مع مامته، ولا ينفع حد يقوي حد على حد. ومش بقالنا في حياتنا غير اهالينا ولا ايه؟ متزعليش بقى. حد يشوفك يا قمر ويزعل ما تحرمش. انت قمر. بصي حلوه ازاي، بصي شايفك حلوه ازاي. الله يخليك.